السلام عليكم. اليوم راح نحضر معكم سوفلي بعجينه اللي جامي نبدلها، يجوا منفخين وبزاف هايلين وبحشو بزاف بنين. ما تبخلونيش بجنب او متابعه للمزيد من الوصفات. اولا نحضروا العجينه. عندي كاس حليب دافي، مغرف كبيره سكر، مغرف كبيره خميره خبز. نخلطهم مليح ونغطيهم ونخليهم يتفاعلوا واحد 5 دقائق. بعدها نضيف لهم بياض بيضاء وصفار نخليه يندهن به. نخلطهم مليح ونضيف 3 مغارف كبار زيت. نحط 2 كيسان تاع الفرينه، مغرف صغيره تاع الملح. نجمع العجينه ونبدا نضيف الكاس الثالث تدريجيا. عجينه طريه وتتلاصق في اليد، نغطيها ونخليها تخمر. الحشو في مقله نحط 3 مغارف كبار زيت، 2 سنات ثوم و2 حبات بصل كبار، نقليهم مليح. بعد ما تقلى نضيف لها فيون هاشي، نقليه مليح. عندي مغرف صغيره تاع الملح، مغرف صغيره تاع حرور ورشه تاع القرفه. نخلط ونطفي على الحشو. نروحوا للعجينه بعد ما اختمرت بلا نرش فيه الفرينه ونبدا نشكل في الكريات. شكلتهم متوسطين عطاوني 16 حبه. نغطيهم ونخليهم يريحوا واحد 15 دقيقه. فرماج والحشو ونبدا نشكل لي سوفلي. بعد ما شكلتهم عندي صفر نحط فيه شويه تاع الخل باش نحي ريحه البيض. ندهنهم وندخلهم للفرن يكون ديجا شعلته مقبل على نار عاليه. وهذا هو الشكل النهائي لوصفتنا لها اليوم. اتمنى تكون نالت اعجابكم وتجربوها وتردونا في التعليقات. الى الفيديو القادم ان شاء الله. تهلاو لي في رواحتكم. سلام.